محمد عيد ناشئ طنطا عودة مرة أخرى. ربنا يخليك. أنا سعيد جدا إن أنا أحضر مع حضرتك النهارده، وربنا يكرمنا كده ويبقى موسم كويس إن شاء الله. إن شاء الله. محمد ضمن القائمة اللي مشيت، محمد رجع تاني. مش عارف بصراحة، وجهة نظر كابتن رضا، والحمد لله والشكر لله، ربنا يعني ما بينساش حد. الحمد لله عشان انا كنت ببذل مجهود من السنه اللي فاتت، والسنه دي كنت شغال كويس معاهم، والحمد لله ربنا طبعا ما ضيعش تعب يعني. كنت خلاص خلصت في سيستا، والله الحمد لله النصيب جابني هنا طنطا يعني، وانا سعيد جدا ان انا موجود في النادي، يعني انا ابن النادي بتاعه، واتمنى ان انا اعمل حاجه للنادي بتاعي. انت اللي بعدك السنه اللي فاتت الاصابه اللي في اول السيزون. ايوه اصابه طول السيزون، اصابه كده الحمد لله والشكر لله يعني، ورجعت اخر الموسم مع كابتن حماده، وكنت بدي تمرينات كويسه، بس طبعا هو كان له وجهه نظره وانا طبعا بحترمها، وعلى حد علمي يعني انا كنت موجود معاه اول السنه دي ان هو كان مكمل مع الفرقه، والحمد لله. تألقك في ماتش دفتا المقاولين لما كنت بتلعب مع دفتا ضد المقاولين وجبت جون في ضد المقاولين، هو سبب رجوع محمد؟ حاجه طبعا، حاجه راجعه طبعا لحاجه اكيده، بس الحمد لله والشكر لله يعني ان ربنا كرمني في الماتش دوت، والحمد لله انا رجعت النادي بتاعي تاني. محمد مديت 4 سنين. ان شاء الله 4 سنين باذن الله. بالتوفيق ان شاء الله. طبعا انت من ناشئين النادي، مش هنتكلم معاك بقى تقول بقى كان ولا لا، ناشئين النادي طبعا عليكم عبء كبير قوي السنه دي. ان شاء الله باذن الله، بتمنى ان انا اعمل حاجه لجمهور طنطا ان شاء الله، وانا اعرف، لان لسه ما حدش يعرفني، فبتمنى ان جمهور طنطا يعرفني وانا في الملعب ان شاء الله. محمد انت لاعب متميز، مش مجامله، دي حقيقه، وربنا معاك ان شاء الله. ربنا يخليك يا باشا، ربنا يكرمك ان شاء الله.